الناس اللي بتقول لي انت بتنزل الصحراء تعمل ايه، بتجيب ايه من الصحراء؟ بصوا يا جماعة، انا بنزل الصحراء بجيب الاحجار المنورة اللي حضرتك شايفها دي كده، اللي هي بتتصنع فصوص تتحط في الخواتم دي قبل ما ارش عليها ميه. شايف شكلها عامل ازاي؟ قبل ما ارش عليها ميه ولا اي حاجة خالص، كده احنا رشينا عليها ميه. كده هتتفرج على الجمال والابداع اللي احنا بنتعب وبننزل الصحراء عشانه. التحف دي اللي بنعملها فصوص للخواتم. تابع معايا الفيديو لحظة بلحظة وهتشوف فصوص الخواتم وهي معمولة. القطعة بقى المنورة دي يا جماعة اللي انتوا شايفينها دي تعمل فصين زي اللي هفرجه لحضراتكم دلوقتي. بصوا يا جماعة الجمال، شايفين الإبداع الإلهي بقى هنا يتحدث عن الجمال. ما شاء الله، قطعة تحفة جدا. شايفين؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، حتة تحفة. هوريكم يا جماعة الفصوص اللي احنا بنعملها في الحلقة دي ان شاء الله. تابعوا معايا، يلا بينا يا جماعة نتفرج على القطعة العقيق الكرنيل دي، وبعدها نشوف الفصوص اللي احنا بنطلعها من العقيق ده. بصوا كده يا جماعة، انا مش رشش مية، تمام؟ نبتدي نرش عليها مية. الجمال هنا بقى يظهر بتاع الحجر. هوريكم يا جماعة دلوقتي الفصوص اللي احنا بنصنعها من الأحجار دي. بصوا بصوا القطعة عاملة ازاي يا جماعة، قطعة جميلة جدا ما شاء الله. نرفعها في ضوء الشمس شوية تظهر جدا. ويلا بينا نتفرج على الفصوص اللي بتطلع من التحف دي. بصوا يا جماعة، دي تحفة اهي، عاملينها وصقلينها من الكرنيلي، من الأحجار اللي هي الكرنيلي. ده كان فص اهو معانا. شايفين التحف يا جماعة اللي بتطلع من الأحجار؟ يا ريت نعرف احنا بننقي ايه من الصحراء علشان مجهودنا ووقتنا يا جماعة. وده برضو حجر سليمان اهو قدام حضراتكم، مصنعينه تحفة ما شاء الله. ويلا بينا نكمل الرحلة. الأحجار اللي مش هتشوفها غير في قناة أحجار كريمة وكنوز. شايفين التحفة يا جماعة؟ تحفة ما شاء الله، لونه جميل أوي أوي أوي. شايفين الرسومات اللي في الحجر؟ أنا هطلع التبة العالية اللي هناك دي أشوف فيها إيه. الهوا فوق شديد جدا يا جماعة على التبة العالية دي. بصوا القطعة دي ما شاء الله، جميلة جدا يا جماعة، جميلة جدا. بصوا تحفة تحفة تحفة. وكفاية العين اللي هي فيها دي ما شاء الله. متنسوش يا جماعة اللايك من فضلكم، شجعونا يا جماعة كده. فين التشجيع بتاع الإخوات؟ والمناظر اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة مكان السيول أو الأمطار. شايفين؟ شايفين بقى القطعة التحفة دي؟ قطعة ما شاء الله، حجم بقى جامبو 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 يعني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تحفة تحفة تحفة. شايفين يا جماعة جمال القطعة؟ قطعة نوادر، القطعة دي نوادر. واللي عنده أحجار زينا نقول له يا عمنا اتفرج وصلي على النبي واضغط لنا لايك جميل علشان نكمل اللي احنا ابتديناه. والقطعة دي بقى واضحة وضوح الشمس.
شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ ما شاء الله عليها. نرش عليها ميه بجد تحفه ما شاء الله ما شاء الله. قطعه سليماني فيها حته مكسوره كده في القلب بس جميله، الواناتها جميله، والجزء اللي تحت ده عطف جبلي زي ما حضراتكم كده شايفين، نافذة برضو للضوء. يلا نكمل. ودي قطعة برضو يا جماعة، دي شكلها كده بقى بيقول كلام كتير جدا اهي، وهي على الارض لسه ما رشتش عليها مية خالص. شايفين؟ نطلعها بقى كده ونقول بسم الله ونرش عليها مية ونفرج حضراتكم على السليماني التحفة. بصوا يا جماعة جمال القطعة، قطعة ما شاء الله عليها. بحب انا اللون الابيض الصريح دوت. نافذة برضو للضوء زي ما حضراتكم كده ما شايفين ما شاء الله. تابعوا معايا. ومعانا بقى هنا اصغر قطعة داودي في البلد، بس الداودي يا جماعة ملوش دعوة بالصغير وبالكبير، اهم حاجة القطعة تكون مميزة وجميلة زي اللي حضرتك شايفها دي كده، مليانة عيون، بيتعمل منها فصين جمال ما شاء الله. شايفين؟ واخر قطعة يا جماعة الاقيها قبل ما اروح جنب الطريق، قطعة ما شاء الله والله العظيم الله اكبر. شايفين التصوير اللي داخل الحجر يا جماعة؟ تحفة تحفة تحفة. اشوفكم على خير.